كل سور القرآن فيها كلمة أو كلمات ما اتذكرتش في أي سورة تانية غيرها. يعني مثلا سورة الفاتحة فيها إياك ونستعين، مش هتلاقيها في أي سورة تانية في 114 سورة في القرآن. سورة البقرة هتلاقي فيها 647 كلمة ما اتذكروش غير في سورة البقرة، زي مثلا الخيط، قثائها، فومها، عدسها، بصلها، إلى آخره. كل الكلمات اللي في 647 كلمة اللي في سورة البقرة دول مش هتلاقيهم متكررين في أي سورة تانية. سورة آل عمران فيها 289 كلمة، زي مثلا محررة، حصورة، نبتهل، وهكذا. حتى السور القصيرة فيها نفس القاعدة. هنلاقي مثلا في سورة الإخلاص هنلاقي الصمد، يلد، يولد، مع العلم إن كان مثلا كلمة يلد أو يولد كان ممكن تذكر في أي موضع تاني فيه ولادة، زي إن كان ممكن يذكرها في ولادة المسيح عليه السلام، أو ولادة مريم، أو ولادة إسماعيل وإسحاق. كل دي قصص ولادة ذكرت في القرآن لم يذكر فيها لفظ يلد أو يولد. يعني هنلاقي مثلا في قصة سيدنا عيسى، ميلاد سيدنا عيسى، ربنا ذكر الحمل والمخاض، وذكر بعدها على طول فأتت به قومها تحمله. فالكلمتين يلد ويولد لم تذكر إلا في سورة الإخلاص، وذكرت بالنفي، وكأن رب العالمين عايز يذكرنا كل ما نقرأ سورة الإخلاص أنه لم يلد ولم يولد. حتى سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن فيها 5 كلمات ما اتذكرتش إلا في سورة الكوثر: أعطيناك، الكوثر، انحر، شانئك، الأبتر. وصدق الله القائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فسبحان الله العظيم.